بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا بينا مع بعض نشوف الحواوشي الجميل بتاعنا ده عملناه ازاي. اظن الحواوشي محدش بيختلف عليه سواء كبير او صغير، كله بيموت فيه. بس طبعا محدش يفكر يشتريه جاهز من بره ابدا. تعملي حاجة نظيفة في البيت، انتي ضامنة اللحمة عاملاها ازاي وضامنة كل حاجة. مبدئيا في الكبة انا عندي 3 بصلات كبار، ببدأ افرمهم فرم كده، يعني ازيد من الناعم حاجة بسيطة. انا مش عايزة ابشره، انا عايزاه في الكبة متقطع تقطيع رفيع. وعندي اللحمة بتاعتي انا جبتها اديتها تنعيمة كمان مرة في الكبة، وحطيت 10% منها دهون. الحواوشي لازم يا بنات تكون اللحمة بتاعته فيها دهون، ما بيبقاش طعمه حلو كده زي اللي بنشتريه من بره من غير الدهون. بنبدأ نعمل البصل بتاعنا كله. انا بضغط كده ضغط متقطع علشان انا مش عايزاه يتعصر، مش عايزاه البصل يبقى مفروم ناعم، مش عايزاه انزل السوائل بتاعته. زي ما انت شايفة كده بعمل حبة بحبة احط على اللحمة. عندي كمان هنا 5 قرون فلفل حار. الحواوشي حلاوته يا بنات وهو سبايسي، اللي ما بيحبش الحاجة بقى تكون حراقة يحط فلفل بارد. احنا بالنسبة لنا الكمية دي كده مظبوطة على اللحمة بتاعتنا. بحط معاهم كمان بقى ايه طماطمايه وسط، مش عايزة طماطمايه تكون طرية، انا عايزاها تكون طماطمايه ناشفة كده، بتدي طعم جميل وما تخافيش مش هتبوش منك العيش ولا اي حاجة. زي ما انت شايفة لو لقيتي الطماطمايه بتاعتك اللي هي بيبقى قلبها طري دي، بتاخدي بس اللحم بتاعها والقلب بتاع الطماطم بترميه. بس ببدأ احط الخضار بتاعي كله على اللحمة، وبعدين نبدأ بقى نقلب وننزل بالتوابل بتاعتنا. زي ما انت شايفة كده اهو الخضار بتاعنا مش معصور، الخضار متقطع رفيع ومش هيفك منك ولا اي حاجة. وهديكي السر بقى بتاع الحواوشي اللي بيخلي اللحمة اللي في قلب الحواوشي حتة واحدة متماسكة زي بتاع بره واحسن كمان. ببدأ احط هنا عندي رشة زعتر، دي بتفرق يا بنات ريحتها ما اقولكوش بتعمل ايه مع الحواوشي. بحط كمان معلقة صغيرة مليانة 7 بهارات، نص معلقة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة فلفل اسمر، ونص معلقة ملح. السر بقى بتاع الحواوشي معلقة البيكنج باودر، حطيها وما تقلقيش منها، صدقيني بتخلي اللحمة بتاعتك نافشة كده وطرية في نفس الوقت وجوسي وحاجة جميلة. تبدأي بقى الكلام ده كله انا عايزاكي تعجنيه عجنة كده محترمة، زي ما انت شايفة كده كأنك بتعجني عيش. اعجني كويس الكلام ده ويتركن في التلاجة ساعتين. اللحمة والبصل هيشربوا من التوابل كله كده يمتزج مع بعض، وهتلاقي اللحمة بتاعتك سمغت وهتبقى زي العسل. هنا بقى زي ما انت شايفة العيش بتاعي انا بقص منه حتة من الطرف وافتحه، شايفة منظر اللحمة. الكاميرا كمان والله ظلمها يا بنات، والريحة ما اقولكوش لما قعدت الساعتين دول في التلاجة بقت عاملة ازاي. تبدأي تاخدي كورة كده وتحشي العيش بتاعك، بتضغطي كويس من النص. انا عايزة الطروف تبقى هي اللي مليانة، لانه كده كده بمجرد ما بتيجي تسويه بتلاقي اللحمة بتلم معاكي في نص الرغيف، فانت اضغطي في النص كويس زي ما انت شايفة كده. نخلص الكمية بتاعتنا كلها في الوقت ده كده بقى الفرن بتاعك مولعاه على اعلى درجة فوق وتحت. لو الفرن بتاعك بمروحة تشغلي المروحة وبرضو تشغليه على اعلى درجة. عايزة تسويه في الطاسة بتحطي شوية زيت، دهنة زيت بسيطة في الطاسة تسخن معاكي كويس، تنزلي بالرغيف. وبعد ما مجرد ما الرغيف ينزل في الطاسة تبدأي تهدي عليه النار علشان العيش ما يتحرقش منك وتلاقي اللحمة نفسها نية. بياخد 5 دقايق من على الوش ده و5 دقايق من على الوش ده. حابة الفرن، انا بستسهل الفرن لانك بتعملي الكمية بتاعتك كلها مرة واحدة وخلاص. في الوقت ده كده انا مجهزة معلقة سمنة، حاطة معاها معلقتين زيت ومسيحاهم. ابدأ ادهن العيش بتاعي
من الوش ومن الظهر، بديله دهنة خفيفة كده عشان يبقى مقرمش زي اللي بنشتريه من بره. ومجهزة الصاج بتاعي اللي هسوي فيه، اللي بدهنه برصه، وهكذا لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. الفرن طبعا سخن. هخلص الكمية بتاعتي وادخل الصاج، انا بحطه في الرف اللي تحت خالص. انا عايزاه يبقى على نار عالية في الفرن علشان ما ينشفش واللحمة تلاقيها جمدت كده وبقت مش لطيفة. هو بيبقى عايز نار عالية. هوريكي برضو التسوية. طبعا عايزة تقدمي جنبه بطاطس محمرة، طبق سلطة، صوصات بقى اللي انت حباه. احنا حطينا كاتشب ومايونيز معاه. هخلص الكمية كلها ونبدأ نسوي مع بعض. جربوا يا بنات الطريقة بتاعتي دي ومش هتندموا. زي ما انت شايفة كده انا بوريكي النار، انا مشغلة فوق وتحت. ببدأ بقى الرغيف اللي تلاقيه اتحمر من جنب تشيليه وتضيريه وتحطي واحد مكانه لحد اما تخلي كل الحواوشي بتاعك واخد لون واحد من الوش ومن الظهر. بيتقدم سخن طبعا. انا في المقطع ده كده انا ولادي ما كانوش مستنيين ان انا اصور. طبعا بناكله سخن مولع مع طبق السلطة والمخلل. اتمنى تجربوا الوصفة بتاعتي، ولو عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.